تشكيلتي للجوله الرابعه من فانسي الدوري الانجليزي. في الحراسه هيكون معايا بتروفيتش من بورنموث اللي هيلعبوا برايتون على ارضهم، وان شاء الله ممكن يطلع لي بكلين شيت. وفي خط الدفاع هلعب بدبل دفاع من توتنهام قدام ويست هام الضعيف طبعا من بدايه الموسم. واللاعب الثالث في المدافعين هيكون مارك جيهي من كريستال بالاس اللي هيلعبوا ساندرلاند على ارضهم، وان شاء الله يطلع برضه بكلين شيت. ونيجي بقى لخط النص، ومعانا اول لاعب محمد صلاح اللي هيلعبوا بيرنلي، وكمان معاه جاكبو ان شاء الله برضو لسه ايزاك مش هيبقى بادئ طبعا الماتش ده من بدايته، فعشان كده انا مش خايف ان جاكبو ان شاء الله يشارك برضو في الماتش ده، وباذن الله يطلع لي بنقط او مساهمات هجوميه كويسه. تالت لاعب بقى معايا في خط النص وهو قدوس اللي هيلعبه ويست هام زي ما قلنا الضعيف دفاعيا واللي كمان بيستقبل اهداف من كور عرضيه، فقدوس ان شاء الله يبقى اختيار كويس للجوله دي. واللاعب اللي بعد كده هو بيدرو نيتو من تشيلسي اللي هيلعبه برينتفورد في ماتش برضه مش اصعب حاجه، وباذن الله يطلع لي بنقط كويسه. واللعيب اللي بعد كده هو جاك جريليش من ايفرتون، وكلنا شفنا من بعد ما الراجل راح ايفرتون بدا يتالق وبدا كده يلعب الكره اللي بيستمتع بيها، وعمل 4 اسيستات تقريبا في الماتشين اللي فاتوا. فانا بصراحه اشتريته وخليته يبقى معايا في الفريق علشان حاسس ان هو هيفضل مكمل كده شويه حلوين بيجيب لنا نقط. ونيجي بقى لخط الهجوم، ومعانا فيه جواو بيدرو هيلاعب طبعا زي ما قلنا برنتفورد، وكمان جنبه ايرلينج هالاند الراجل اللي راجع من التوقف الدولي مدخل 5 تجوان وعامل اسيستين في ماتش واحد، وبنسبه كبيره هيكون هو الكابتن بتاعي للجوله دي. انت بقى اكتب لي تحت في الكومنتات مين هيبقى الكابتن بتاعك الجوله دي، ولو عندك صلاح وهالاند زي حالاتي كده هل هتكابتن صلاح في ماتش سهل قدام بيرنلي ولا هتكابتن هالاند قدام مانشستر يونايتد؟ وطبعا كلنا عارفين ان هالاند كعبه عالي على مانشستر يونايتد من اول ما جه الدوري الانجليزي. وما تنساش طبعا اللايك والسبسكرايب في القناه لو مش مشترك علشان دايما توصلك كل فيديوهاتنا اول باول.